بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايه وجايبه لك 6 اكلات ل6 ايام بدون لحوم نهائي، تقدري توزعيهم على مدار الشهر او حتى تعمليهم كلهم في اسبوع واحد. كلهم اكلات جديده ومختلفه وطعمها حلو جدا، والولاد كمان هيحبوها قوي مع شويه الحركات اللي احنا هنعملها. تعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وحط اللايك بتاعك. منيو اقتصادي واكلات حلوه جدا. رقم 4 هتبهرك، والاخيره كمان خطيره، ما بتاخدش وقت في المطبخ خالص. هتعمليها في دقايق وهياكلوها في ثواني. تعالي نبدا ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. ولو اول مره تشوفيني ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. وما تنسيش بقى اللايك بتاعك اللي بيتعبني. اول حاجه حضرت بقى كده شويه حلوين من البطاطس، والبطاطس اللي انا مستخدماها بطاطس حجمها صغير، بيبقى سعرها حلو قوي في السوق. احنا عايزين حاجات اقتصاديه وعلى قد الايد، فبيبقى سعرها حلو قوي في السوق. تقدري تجيبيها وتعملي زي ما انا عملت كده. غسلتها كويس جدا، اديتها شقه كده بالسكينه عشان خاطر القشره معايا تتقشر بكل سهوله، وحطيتها في ميه ورفعتها على النار. حضرت بقى معايا هنا عدد من البيض، والبيض هنا بيرجع لعدد الاشخاص اللي هياكلوا معاكي في الوجبه ديت. تمام كده. حطيت البيض في حاجه بتتحط على النار فيها شويه ميه ومعلقه كبيره من الخل الابيض. وهنا بقى حضرت معايا بصلايه، اديتها تشويحه كده مع 3 4 معالق من الزيت. وكنت غسلت الرز بتاعي وسبته يتصفى تماما. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تصلي على الرسول في الكومنتات عليه افضل الصلاه والسلام. هشوح بقى الرز مع البصل كويس جدا، وهنعمل النهارده كشري بعدس اصفر. بس اللي هيحلي الكشري بعدس اصفر ايه؟ الحاجات اللي احنا هنعملها جنبيه. نزلت بقى هنا بنص مقدار الرز عدس، يعني لو انت عامله كوبايتين من الرز بحط كوبايه واحده من العدس. شوحت كده العدس مع الرز شويه، وبعد كده نزلت بقى بملح وفلفل اسود، وهديله بقى تقليبه مع الاضافه لشويه كمون حلوين كده بيحلوا الموضوع. حابه تضيفي اي اضافات انت حباها تانية من انواع التوابل براحتك خالص. هنزل بقى بمقدار الميه، ومقدار الميه هنزل بيه هو مقدار الرز بالظبط. ما تزوديش ميه عشان ما يعجنش معاكي. انا هنا كنت عامله 3 كوبايات من الرز. هغطيه بقى واسيبه ياخد غلوه اولانيه، وبعد كده هوطي بقى عليه النار اكني بتعامل مع الرز بالظبط. والبطاطس في الوقت دوت كانت خلاص استوت معايا. هاخدها بقى اللي انا اقشرها. بتتقشر بكل سهوله يا جماعه لما تعملي فيها حركه السكينه ديت، اللي هي تعملي زائد كده من فوق بالسكينه، هتتقشر معاكي بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. طب يا هبه انا مش عندي بطاطس الحجم ده، بس عندي بطاطس كبيره، ينفع؟ ايوه طبعا ينفع. اسلقي وحديتين بطاطس كده حجمهم كبير، وفي النهايه قطعيهم زي ما انا مبقطعها كده. طبعا الدايره هتكون كبيره قوي لو انتي يعني سلقه بطاطس اللي هي الحجمها الكبير. فنحاول ان احنا نعملها بقى ايه، نقسم البطاطسايه كده نصين او 4، وبعد كده نقطعها. معايا بقى شويه زيت كده على النار. بعد ما قطعت البطاطس بالطريقه ديت كده، انا مش عايزه السمك بتاعها تخين قوي عشان ما تبقاش من جوه نيه كده. مش حكايه نيه بتبقى طعمها مش الطف حاجه، لا انا عايزاها السمك بتاعها ولا رقيق قوي تنشف معايا، ولا سميك قوي تضايقني وانا باكلها وبقطم. هي كده كده مستويه، بس برضو بتبقى طعمها مش الطف حاجه. بعد كده بقى حضرت معايا معلقه من الزبده، وهشوح فيها البيض المسلوق. اظن الاكله النهارده بسيطه كده وسهله ولذيذه. يلا خدي فكره ونفذيها على مدار الشهر. عندك شهر كامل بقى اعملي اللي انت عايزاه. ومش بس كده، لا ده في فيديوهات جايه كتير قوي هتعجبكم ان شاء الله. هشوح بقى البيض، وطبعا حركه تشويح البيض ديت او تحميره او تدحرجيه في معلقه سمنه بلدي دي اختياري. ممكن تاكليه مسلوق زي ما هو كده، وممكن نستغنى عنه اصلا من الوصفه. خلاص العدس والرز خلاص استووا معايا. كشري بعدس اصفر هغرفه بقى كله في طبق واحد بالشكل ده كده. اكتبي لي بقى في الكومنتات عملتي غدا ايه النهارده، لعل وعسى كده ناخد من بعض افكار حلوه وننفذها مع بعض. انا هنا كده خلاص حطيت البيض، وعدد البيض اللي انا حاطاه دوت 6. طب ازاي ده؟ انا عامله 5. الشاطره اللي هتعرف في الكومنتات. بعد كده بقى نزلت كده بالبطاطس.
بعد ما سويتها كلها برش عليها بقى شويه دقه، والدقه انا عملتها معاكم ملكوش حجه يا ست الكل. طلبتوا مني الدقه وعملتها لكم من يومين، خطيره يا جماعه. الدقه جنب البطاطس او البيض او حتى حته جبنه قريش بتبقى طعمها حلو قوي. عملت كمان سلطه طماطم، خيار وطماطم بقى وفلفل وبصل وليمون وخل وملح، بتبقى طعمها خطير. وكمان كان عندي بقى حزمة جرجير كده، غسلتها وطلعتها جنب الاكل، خطيرة الاكلة دي، بتفتح النفس وطعمها حلو، والجو حر مش عايزين نقف في المطبخ كتير، فدي طبعا مناسبة للايام دي. نقدر نعمل جنبيها صلصة بالخل والثوم، او من غير خل بالثوم بس، براحتكم خالص، لكن انا كهبة بحبها بالسلطة. كده خلاص، دي وجبة كده يعتبر حلوة قوي، تنفع في الغدا، خطيرة. هي وجبة غدا اصلا، بس لو احنا عايزين نعملها في العشاء مفيش مشاكل. ندخل بقى على الوجبة اللي بعد كده، رقم 2. ورقم 2 هنا معايا طبق فول حكاية. معايا بصلاية حمرتها كده مع معلقتين من الزيت، نزلت عليها بقرن فلفل من الفلفل الحراق، نقدر نستبدله بفلفل رومي مفيش مشاكل. شوحتهم مع بعض، وبعد كده نزلت بحبايه واحده من الطماطم متقطعه مكعبات، ملح بقى وفلفل اسود وشويه كمون، وقلبي الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. هننزل كده بحوالي كده ربع كوبايه من الميه، وهحط بقى معلقه من صلصه الطماطم المعلبه، وهقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا، وانزل بقى بكده حوالي كيس من الفول. الفول ده بالمناسبه انا عاملاه معاكم في البيت، يعني ما بشتريش حاجه من بره، انا مش واثقه فيها. وكده بقى معايا احلى واطعم فول طعمه حكايه. هحط بقى على وشه شويه بصل كده ني، مع شويه طماطم، مع شويه فلفل، معلقه كبيره من الزيت. الله الله، خطير يا جماعه، لازم تجربوا طاجن الفول بالطماطم، طعمه حلو قوي. هسكت؟ لا مش هسكت، هعمل جنبيه بقى بيض اومليت، وعندي بقى شويه مخلل، وكمان عيش سخن كده لسه جاي من بره، ودوت الغدا. اكله سهله وسريعه وطعمها حلو، نقدر نحمر جنبيها شويه بطاطس لو احنا حابين. طبق الفول ده بقى بيتكلم عن نفسه، ولا تقولي لي بقى فول بالزيت والليمون، ولا تقولي لي فول بالطحينه. طبق الفول دوت حكايه يا جماعه، لو انت ما جربتوش جربيه على ضمانتي. هنا بقى معايا كده حوالي 3 بيضات، ربيتهم مع بعض كويس جدا، ونزلت بمعلقه صغيره من السمنه، ونزلت بقى بالبيض كده بالشكل دوت، عشان يتعمل معايا بيض اومليت. طبعا لو عايزه تزودي كميه البيض، او ما عندكيش غير حبيتين بس وعدد افراد هياكلوا كتير، ممكن نحط بقى مع البيض نقطع خضار، ممكن نحط كمان معاه معلقه صغيره من البيكنج باودر، مع مثلا نص كوبايه من الحليب، برضو هتكتري الكميه والطعم هيبقى حلو قوي. ندخل على الاكله رقم 3، والاكله بتاعتنا رقم 3 طلبتوها مني كتير جدا، ولسه طالبينها من حوالي كده اسبوع، فقررت ان احنا نعملها مع بعض. حمرت شويه بصل في قلب الزيت، وبعد كده حمرت شويه عيش. جبت كوبايه من العدس بجبه، حطيتها في ميه بتغلي على النار، عصرت معاه ليمون، ونزلت بكمون وكمان شويه ملح. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا بالشكل دوت، وهسيب العدس بقى يستوي على النار. هنعمل ايه؟ هنعمل كشري. الزيت اللي انا حمرت فيه البصل وحمرت فيه العيش، هاخد منه كده شويه، احمر فيهم شويه مكرونه. كشري الحله الواحده من الاكلات اللذيذه جدا الخفيفه اللي ما بتاخدش وقت خالص، وبتخلص في ثواني. اول ما المكرونه تبدا اللي هي لونها يفتح بالشكل دوت كده، هنزل بكوبايه من الشعريه. طبعا المقدار يرجع لك انتي، حابه تكتري او تزودي على حسب الايه عدد الافراد اللي موجودين في البيت. الشعريه خلاص اتحمرت، والاتنين اخدوا من لون بعض، المكرونه والشعريه. هنزل بكوبايتين من الرز المصري المغسول ومتصفي، هديله تقليبه كله مع بعضه. في المرحله ديت بقى هنزل كده بالملح، وهنزل بمقدار الميه. مقدار المية يغطي كل الرز والمكرونة زي ما انتوا شايفين كده. في المرحلة ديت بقى بعد ما غليت معايا اول غلوة، طبعا المفروض هوطي دلوقتي، فهنزل بقى بالعدس. نزلت بالعدس، والعدس طبعا مش متصفي، انا مجرد اللي انا باخده كده بالسوائل بتاعته، عشان خاطر هو مش مستوي بدرجة 100%. بروح بقى مهدية النار وسايباه بقى يعيش حياته كده على نار هادية جدا. نفس الزيت اللي انا حمرت فيه البصلة اخدت منه شوية عشان احمر فيه تومة. التومة بتاعتي توم مفروم عادي،
حطيت معلقة من التوم اتحمر معايا بالشكل ده. نزلت بمعلقة كبيرة من الخل الابيض، وهنا هنزل ب3 كوبايات من عصير الطماطم المضروبة في الخلاط فريش بس متصفية. معلقة من صلصة الطماطم المعلبة، ملح وفلفل اسود وشوية كمون. وهسيب بقى الصلصة دي تتسبك معايا على نار هادية. خلاص الصلصة اتسبكت وبقت خطيرة وريحتها جبارة، والكشري كمان بقى مفلفل وزي العسل. المرحلة اللي انا حطيت فيها العدس نقدر نحط ربع كيس مكرونة من المكرونة الاسباجيتي لو انتي حابة. ده شكل بقى طبق الكشري بتاعنا، خطير يا جماعة. كشري في حلة واحدة، ما تقفيش بقى تعملي حلال وصواني واطباق وحاجات كتير وتاخدي اليوم كله وفي الاخر تطلعي لهم بحل الكشري. لا، احنا ندخل المطبخ قبليها ب10 دقايق نعمل احلى واطعم حل الكشري وبس كده. معاه بقى شوية بصل، وعملت شوية دقة، وعملت شوية شطة خطيرة. تعالي ندخل بقى على الأكلة اللي بعد كده، والأكلة دي بقى هي اللي فعلا خطيرة. لازم بجد تحطي اللايك لو وصلتي معايا لحد هنا. أكلة طعمها حلو قوي، بترجعنا كده للزمن الجميل. تعالي نشوف أنا عملت ايه. معايا كده على النار ربع كوباية من الزيت، بصلتين بس بصلتين حجمهم بعافية كده شوية، يعني بصلة كبيرة كده. هنفرمها في الكبة بالشكل دوت كده، وممكن نقطعها بالسكينة بس تقطيع صغير. اول ما البصل يبدأ اللي هو يدبل معايا بالطريقة دي، هنزل بقرن فلفل رومي. ويا سلام لو عندك قرن فلفل حراق، الموضوع هيبقى رايح في حتة تانية. نقدر نزود الكمية عشان الطعم في النهاية هيبقى خطير. نزلت بطماطمايه، والطماطمايه ديت اختياري، بس اهم حاجة في الطماطم تكون مبشورة وشايلة القشر منها. هسيب بقى الخلطة دي كده على النار تتسبك، وبعد كده هطفي عليها. نزلت كده في الخلاط 4 بيضات، وحطيت عليهم نص كوباية من المية. وطبعا لكل بيضة هتاخد معلقة كبيرة من الدقيق، يعني انا حطيت 4 بيضات، حطيت عليهم 4 معالق من الدقيق. هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما القوام يبقى بالشكل دوت. نقدر نستغنى عن خطوة الخلاط، مفيش مشاكل. ملح وفلفل اسود وشوية من الكمون والكزبرة والبابريكا. دي التوابل اللي انا هستخدمها، مع الاضافة لمعلقة صغيرة من البيكنج باودر. طبعا انا هنا ما حطيتش الكيس كله، انا كنت واخده منه شويه فحطيت بس الباقي اللي معايا، يعني انتي استخدمي معلقه صغيره. نزلت بقى بالتتبيله اللي احنا عملناها، اللي احنا قليناها على النار، بس طبعا بعد ما بردت تماما، اللي هي البصل والطماطم. معايا بقى هنا شبت وكزبره وبقدونس، لا شبت لا اسفه، كزبره وبقدونس الورق فقط. هقلب كله مع بعضه كويس جدا. ومعايا صينيه بتدخل الفرن، دهنها دهنه حلوه من الزيت، وهنزل بالخليط دوت في قلب الصينيه. والاكله بتاعتنا النهارده هي العجه المصري الخطيره. نقدر نزود خضار، ايوه نقدر، يعني نقدر نحط كوسه مبشوره مفيش مشاكل، برضو بتبقى طعمها حلو قوي ولذيذه. بطاطايه مبشوره مفيش مشاكل خالص. دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. وده بقى شكلها، بتتاكل بقى سندوتشات كده مع شوية بتنجان مخلل وفلفل مقلي. خطيرة يا جماعة، لازم تجربوها بجد، لو ما جربتوهاش هيفوتك كتير. ده كده بقى شكلها. عايزة اقول لكم السندوتشات بتبقى طعمها روعة. تعالي ندخل بقى على الاكله اللي بعد كده، والاكله دي داخلها لحمه، بس احنا ممكن نستغنى عن اللحمه، بس انا حبيت ان انا اوريكم فكره جديده لطاجن البطاطس من غير لحوم خالص. تعالي نشوف هنعمله ازاي. طبعا كلنا بنعمل طاجن البطاطس او صينيه البطاطس ني في ني، لا النهارده هنعملها على النار، بتبقى سهله وخفيفه، والطعم بيبقى مختلف تماما عن اللي متعودين عليه. معلقه من السمنه، بصلايه متقطعه شرايح، معاها كده فصين من الثوم، ومعايا ورقتين من ورق اللورة، فصين من الحبهان. هحمرهم مع بعض كويس جدا لحد ما يتبلوا كده معايا. هنزل بقرن فلفل رومي، وممكن تحطي حراق مفيش مشاكل خالص. هخلي الكلام ده كله كده يتشوح مع بعض على النار بالطريقة ديت كده. هنزل بقى بمعلقتين صلصة طماطم. طبعا البصل ما خدش لون، ولا كمان الفلفل اخد لون معايا، انا مجرد اللي هم دبلوا معايا بس شوية. نزلت بقى بكمية البطاطس المتاحة عندك، انا تقريبا استخدمت حوالي كيلو كده وكسور. طبعا البطاطس انا مقطعاها السمك بتاعها يعتبر وسط، مش تخينة قوي ولا رفيعة قوي. نزلت كده ب3 كوبايات من صلصة الطماطم المعلبة، مقدار شفشق طماطم يعني.
اسفه مش معلبه، فريش، لسه ضرباها في الخلاط بس مصفياها. بعد كده بقى نزلت بمقدار كده حوالي كوبايه ونص من الشوربه، نقدر نستبدلها بالميه. معايا بقى ملح، فلفل اسود، 7 بهارات، وعملناها مع بعض كذا مره. لو انتوا عايزين الطريقه هسيبها لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. هقلب الكلام ده مع بعض كويس جدا وهسيبه لحد ما يتسبك بالشكل دوت كده. ودي المقادير اللي انا استخدمتها في المرحله ديت. بقى احاول كده على قد ما اقدر، لو عينيا عرفت ان انا اشيل الحبهان والورق اللورا هشيلهم في طاجن يكون سخن متسخن في الفرن. هبدا انزل بقى بالبطاطس، وطبعا مرحله اللحمه نقدر نشيلها من الوصف خالص. هدخل بقى طاجن البطاطس دوت مع الاضافه اللي انا هحط على وشه فلفل وطماطم، هدخله الفرن ياخد غلوتين 3 واشغل عليه الشويه. هتاكلي بقى وتدوقي احلى طاجن بطاطس. البطاطس دايبه دوب، طعمها حلو جدا ولذيذه وخطيره. وكمان الوش بقى متحمر كده مع شويه رز بالشعريه او رز ابيض. لا لا لا، الموضوع رايح في حته تانية يا جماعه، لازم تجربوه بجد. طبعا مرحله اللحمه هنشيلها، يبقى احنا حاطين البطاطس وهنحط بقى عليها الايه، الطماطم والفلفل. بس كده ادخله بقى الفرن وهوريكي شكله بعد ما يخرج من الفرن. ده شكله بقى بعد ما خرج من الفرن. سمع بقى صوت البقبقة خطير، مع شوية رز بالشعرية، رز ابيض، رز واحدة وواحدة، هتغمزيه بالعيش. الله الله. عارفه بقى لو عامله كمان شويه بتنجان مخلل، عملت معاكم امبارح فيديو حلو قوي ليه علاقه بالمخللات، يلا ارجعي اتفرجي عليه. عملت معاكم مخلل بقى مشكل، ومخلل بتنجان مقلي ومسلوق، وعملنا الزيتون وعملنا البصل لا 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 لا، انتي لازم تتفرجي على فيديو المخللات ده. صينيه البطاطس دايبه دوب وطعمها حلو قوي وخطير، هستناكي تجربيها. ندخل بقى على الاكله اللي بتعمليها زي ما قلتلك في دقايق وبياكلوها في ثواني. اكله حلوه قوي، يمكن ما فيهاش بروتين بس طعمها خطير والله. معايا كيس من المكرونه، نزلت عليه ببصلايه متقطعه مكعبات، وكمان قرن فلفل، نقدر نزود قرن فلفل حراق لو عايزين، طماطمايه، معلقتين من صلصه الطماطم المعلبه، ربع كوبايه من الزيت، ملح وفلفل اسود، وكمان شويه شطه صغيرين ومكعب مرقه. هنزل بقى بمقدار المية زي ما انتوا شايفين كده لحد ما اغطي كمية المكرونة بتاعتي. هديها تقليبة وارفعها بقى على النار. طبعا انا حطيت كمان كوباية من المية عشان لقيت الكمية قليلة بتاعة المية. نقدر نحط شوربة لو متاحة عندنا شوربة بدل المية. كده خلاص بدأت اللي هي تغلي معايا، هوطي بقى النار واسيبها بقى اللي هي تستوي على نار هادية. مكرونة سهلة وسريعة، طعمها حلو ومتاخدش وقت خالص. نقدر نعملها بأي نوع مكرونة متوفر عندنا، مفيش مشاكل ما عدا الاسباجيتي. يلا استناكي تجربيها وتقولي لي رأيك فيها ايه. بحبكم جدا وسلام عليكم.